ازيكم؟ انا دكتوره شيماء ايوب، ماجستير طب وجراحه حيوانات اليفه، كليه طب بيطري جامعه القاهره. النهارده هنتكلم على رياضه منتشره عالميا اسمها الاجيلتي. الاجيلتي دي معظم الاونرز بتوع الكلاب عارفينها. هي رياضه بتربط بين الاونر والكلب بتاعه، وبتعلم الكلب قد ايه يكون عنده التراست في الاونر بتاعه، لانه يقدر يعمل حركات لو اي كلب عادي او طبيعي هيبقى بالنسبه له فيها ريسك، لا هو بيقبلها من غير اي حاجه. هي الكلب في الرياضه دي بيكون انليشت، بيكون مفيش اي تريتس ولا ريورد للاكتيفيتيز اللي هو بيعملها. بالتالي لازم يكون في ريليشن شيب قويه جدا، او البوند بتكون قويه جدا بين الاونر وبين الكلب بتاعه، انه مجرد بيبص له بس هو بيقدر انه يعمل حاجات فعلا اي كلب طبيعي مش هيقدر يعملها. الاجيلتي رياضه بقت منتشره عالميا، هي دلوقتي موجوده في مصر. هي الكلب اللي بيقدر يدخل في الاجيلتي ويحقق سكور او يبقى فيها فعلا متميز لازم يكون بيربط بين حاجتين: الصحه از منتال وايز وهيلث وايز. منتالي ان الكلب ده بيكون سمارت، الكلب ده بيكون عنده الباور انه يفهم ويستوعب ويكون عنده التراست الكامله في الاونر بتاعه. ودي احنا شفناها في حالات كتيره قوي. الجزء الهيلث دي وظيفتنا احنا ان احنا نقدم له الميلز اللي بتضمن له كل الاليمنتس اللي جسمه محتاج لها، لان هو فعلا محتاج يكون فيه الفول باور، يكون فيه الاكتيفيتي، يكون فيه النشاط. لازم نقدم له وجبه بالانسد. الوجبه دي هي اللي بتضمن له كل الصحه دي وكل انه يكون فعلا سمارت. فانا بنصح في اللي عايز الكلب بتاعه يدخل رياضه زي الاجيلتي، وهي رياضه من الرياضات المهمه قوي في الفتره اللي جايه، انه يقدم له وجبه متوازنه. وده اللي بيحققه فعلا ريتا، لان ريتا بتقدم وجبات غذائيه متوازنه فيها كل الانجريدينتس اللي محتاجها الكلب بتاعنا بالنسب اللي الكلب محتاجها من كربوهيدرات، مينرالز، فيتامينز، كل الحاجات اللي الكلب محتاجها احنا بنقدمها له في وجبه سهله. الباكجينج بتاعهم سهل جدا، الكلب فعلا بيكون بيحبها وهيستفيد منها وهيقدر يحقق سكورز عاليه جدا في رياضه زي الاجيلتي. واللي مش عارف، رياضه الاجيلتي رياضه عالميه منتشره وورلد وايز. هي بتتعمل بره وليها رانكينج للكلاب وليها جوائز بتكون كبيره جدا للكلاب اللي بتفوز فيها. ريكا دلوقتي من الحاجات اللي بتدعم او بتحاول ان هي تتبنى الرياضه دي في مصر وتعمل لها الاورجنايزيشن بتاعها وتبتدي انها تحقق سكورز فعلا في قصه رياضه الاجيلتي. انا شايفه ان رسالتي ازافت اني سبورت اي حاجه بتدعم الصحه، سواء منتالي او الهيلث بتاعه البيتس بتاعي. واي كلب بيجي يزورني في العياده لازم انصحه بانه يمارس رياضه زي دي، لانها مش بس هتسبورته منتالي، والاكتيفيتي بتاعته والبيهيفير والاتيتيود هيختلف تماما مع رياضه زي دي. علشان كده انا بدعم ريتا في الستيب دي جدا، لانه مش بس بيقدم للكلب التغذيه السليمه والبالانس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لا هو كمان بيسبورته في الرياضه دي مهمه قوي، وبجد هترفلكت على صحه الحيوان بتاعنا. شكرا.